ازيكم؟ في الفيديو اللي فات وريتكم الرسومات القديمة بتاعتي اللي انا رسمتها وانا صغيرة، وقلت لكم تختاروا معايا رسمة ارسمها تاني دلوقتي بعد ما اتعلمت حاجات كتير ونشوف الفرق. واخترتوا معايا على الانستجرام الرسمة دي، ودلوقتي يلا نعملها تاني مع بعض. انا مش فاكرة انا استخدمت فيها الوان ايه وانا صغيرة، بس تقريبا الوان جواش، ودلوقتي انا هستخدم الوان اكريليك. انا كنت عاملاها على ورق كانسون عادي جدا. اول حاجة هكون الالوان على الباليتة. هستخدم اللون الازرق الاكريليك واللون الابيض واللون الاسود هحتاجه بس مش دلوقتي، فخلينا في اللونين دول دلوقتي. احاول اطلع بيهم الدرجات اللي تحت. هو تقريبا اللون الازرق خلصان، وهحط اللون الابيض وهجيب اللي هشتغل عليها وهبدأ اقارن بقى. مش عارفة هعمل ايه. يلا نبدأ. نجيب الفرشة الكبيرة قوي 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 اللي عندي دي، او حاسة ان دي هتكون كويسة اني افرد بيها اللون. وفي دي كمان. خلينا في دي دلوقتي، وهبدأ اخلط نقطة من الازرق مع نجيب اللبني، درجة اللبني اللي تحت. المية تقريبا زيادة في الفرشة فمعلمة شوية. اولا انا هنا مش دمجة الالوان كويس خالص، كل حاجة باينة، كل التفاصيل الفرشة باينة. فحاول ان انا هنا ان الالوان ما تبقاش صريحة كده، تبقى شوية داخلة مع بعض. عايزة بقى ابدأ ازود الازرق شوية. حاسة ان هي الوان الرسمة بتاعت فان جوخ اللي انا اشتغلت فيها، برضو هحط لكم الفيديو بتاعها. ان انا سايبه الرسمه ومركزه في دول عشان مبحبش الدنيا تتبهدل مني كده، بس عادي. مشكله الاكريليك ان هو بينشف بسرعه، هي مشكله وميزه في نفس الوقت. يعني لو حد عايز يخلص لوحه بسرعه هينجز معاه قوي الاكريليك. الوان مدموجه زي ما انا عايزه، بس في مشكله شويه، هي الفرشه عامله خطوط كده بتاعه شعرها، بس عادي.
الازرق الغامق من غير اي لون معاه. هبل الفرشة حاجة بسيطة، مش عايزاها تبوظ برضو الالوان. هحط اللون الازرق معاه نقطة من الاسود، اللون الاخير اللي فوق. عايز يتظبط وهنا وهنا الخطوط دي، فتقريبا كده ممكن اشوف اسبونج اكمل بيها. لقيت دي عندي هجرب استخدمها شوية ان هي احط بيها اللون، مش عارفة هتبقى عاملة ازاي. حاسة ان هي هتدي ملمس احلى. مش عارفه ينفع اطلع البتاعه دي ولا لا. ينفع؟ ايه ده نفع؟ يا لهوي دخل الاسود. ايه ده، انا حاسه بالاسفنجه الموضوع ألذ، الالوان مدموجه حلوه قوي ومفيش خطوط. انا ببدأ الفيديو بحاجه ودلوقتي بشتغل بحاجه تانية خالص. حاسه ان كده كفايه غامق، يعني ممكن ازود الازرق هنا على اساس ما يبقاش اسود كده. ده الابيض باين قوي. يوه انا تقريبا بحسد نفسي. هي عشوائيه جدا، هتنشف شويه وهنضف تحتها. نضفت الاسفنجه بصراحه، ما كنتش متوقعه ان هي تنضف بسهوله، بس عشان حاسه ان انا هستخدمها تاني.
بعد كده بفرشة سنان هعمل النجوم دي. هنا انا كنت بعملها بفرشة رفيعة نجمة نجمة، عشان كده شكلها مش مظبوط وباين قوي ان هي معمولة نقطة نقطة. فالطريقة الصح ان احنا نستخدم الفرشة، بنبل الفرشة او لو اللون خفيف بنحط اللون الابيض وبنعمل وبنحرك الفرشة كده، يعني بنحرك الشعر في الاتجاه اللي احنا عايزينه. عايزة ازود النجوم شوية، وهنا في دول مش عارفة اسمهم ايه بصراحة، الكاميرا فصلت وانا بعمل دول، بس يا رب تكمل الاخر. هعمل بقى من تحت هنا اسود اللي هي الارض، وبعد كده اللي هو الزرع الصغير ده والغزالة. الاسود مفهوش حاجة، هاخده لون واضح وكده، بس ايه همشي في كله مش همشي في حتة صغيرة بس. بعد كده دورت على شكل غزالة عجبني وهحدده بالقلم الاسود والونه. حددتها وهلونها دلوقتي بفرشة رفيعة. هخليها برضو كلها اسود. لونتها وعملت عصفورتين كده هنا. الكاميرا بتفضل تفصل فهحاول اخلص بسرعة، ناقص بس العشب اللي تحت هنا. بس كده ده فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتس، ولو حابين الفكرة قولولي ارسم رسمة ايه تانية اختاروها من الفيديو اللي فات. وبس كده، باي باي.